مشاهدينا صباح الخير واهلا بيكم وحلقه جديده من الحكم، ومعايا ضيفي النهارده في الاستوديو الصحفي والناقد الرياضي تامر يسري. تامر صباح الخير، ازيك؟ صباح السعاده ميرا، عامل ايه اخبارك؟ الحمد لله تمام. نبداها من صلاح. يلا بينا. خليني النهارده انتقد صلاح شويه، بما ان احنا بقالنا سنين واقفين في ظهر صلاح، بس خليني انتقد صلاح شويه يا تامر. يعني انتقد وهبقى معاه، يعني انا قلبي مش هيجيبني ان انا انقد صلاح يعني. بس الكلام اللي اتقال على صلاح اليومين اللي فاتوا، خصوصا اللاعب اللي قال له انت اسوأ افضل لاعب في العالم. انا الكلمه دي ما سمعتهاش غير على ابراهيم سعيد، بس كانت ليها كيس معينه في ابراهيم سعيد، فما ينفعش ان هي تتعاد على صلاح. يعني انا لما سمعتها على ابراهيم سعيد فكان ليها واقعه وقصه معينه، انه خارج الملعب غير داخل الملعب تماما، فدي عشان كده اتقالت على ابراهيم سعيد. ولكن لما يطلع لاعب يقول على محمد صلاح افضل اسوأ لاعب في العالم، لا، عشان اتعصب مره. احنا عارفين ان ليفربول متضايقه من صلاح من ساعه المفاوضات اللي ضغط فيهم عليه، يعني اللي ضغط فيها عليهم وقت السعوديه، وقت ما كان بيقال ان هو هيروح السعوديه. فاحنا متفاهمين جدا ان هم متضايقين من صلاح من الوقت ده، انه حسوا بضغط كبير جدا، انه كان ضاغط عليهم في تجديد عقده. ولكن هل ده الوقت المناسب؟ مع ان هو لسه جايب هدف حالا قبل ما ندخل الحلقه، هو جايب هدف حالا وهو فريقه خسران، بس يعني هو اللاعب اول ما بيهدف الناس بتنسى. فهل هفتحها من شقين، هل ده الوقت المناسب ان صلاح يعمل فيه كده؟ ولو مش الوقت المناسب فهو شيل الفريق كتير، يعني يكسب الفريق ليفربول ما كانش متابع من قبل بعد، الا لما الحقبه الزمنيه بتاعت صلاح ابتدت، فجه صلاح عمل الصح مع الفريق صحي تاني. اوكي، النهارده هو بيهاجم، وصلنا ان الجمهور بيقول له فيما معناه يعني ان صلاح مش موجود عادي. فاهم؟ اللي هو مش فاكره الجمله اللي قالوها ايه، بس اللي هو نو مو اتس اوكي. خليني اقول لك بسم الله الرحمن الرحيم. بدايه اولا هو اللاعب السابق اللي صرح بالتصريح ده هو اصلا عنده تضارب في التصريح. يعني ليه تصريح في 2023 نفس الشخص هو ده اشاد بتكامل الاداء وروعه اداء صلاح وانبهاره باسطوره صلاح. فالنهارده لما يجي يقول ان صلاح احسن لاعب في العالم، ده يعني تناقض، هو بيناقض نفسه. لان مش من الطبيعي ان احنا نغفل اداء وامكانيات صلاح والعطاء اللي اداه صلاح لليفربول. صح. صلاح منذ ان وضعت قدميه انجلترا وهو بيقدم اروع واقوى اداء شفناه في تاريخ وانا شايفه انه حتى لو اتعصب، لو اتضايق، ده هو بني ادم برضو، مش ماشيين. يعني عادي ان هو يتضايق، وعادي ان هو ينفعل، وعادي ان هو يحس ان هو نازل كماله، عادي. ايه المشكله؟ بني ادم. ولكن انا ليا راي تاني. انا هقول لك، بس انا ليا راي تاني. مش ده الوقت اللي تعمل فيه كده صلاح. خليني اقول لك ان صلاح عمره ما يكون كمالة عدد. صلاح لا هو انا بقول لك هو اتعصب. هم كلامهم هو كلامهم. دي طبيعه، بص يا مي، دي طبيعه الصحافه الانجليزيه. لما بتكون انت في التوب بيمجدوا فيك. انت النهارده ادائك متراجع شويه فبينزلوا بيك الارض، وده طبيعي جدا. ولكن المشكله اللي موجود فيها صلاح دلوقتي ايه؟ هي ضغوط نفسيه، وضغوط مع تغيير طريقه اللعب في عده اسباب. هو هدف من شويه في عده اسباب لازم ندور يعني وراها. هو لسه جايب هدف قبل ما نخش الحلقه. كل ده جميل، كل ده جميل، بس ما ينفعش ان انا اغفل المجهود اللي عمله صلاح الموسم اللي فات هو سبب رئيسي في فوز ليفربول بالدوري. تمام، نسينا الكلام ده كله لمجرد تراجع مستوى صلاح. اولا مستوى صلاح، اذا كان في تراجع، هو بالفعل في تراجع، كلنا زعلانين ان صلاح مستواه متراجع. طب ما ده صلاح ده بشر. صلاح بيمر بفتره صعبه ليها اسباب. اول سبب فيها اولا الظلم الباين اللي تعرض ليه صلاح في خساره البالون دور. لا، ما هو البالون دور ده ليه قصه طويله قوي يا تامر، انا مش هحكي فيها. يعني دي موضوع البالون دور ده قصه طويله قوي. ما هي دي نقطه. لا، ده مش ظلم. هو ايه انجازات؟ معلش انا هقول كلام، هقول لك ايه انجازاته، ايه انجازات فريقه عشان ياخد البالون دور. انا هقول لك على حاجات كتير قوي، لو قلتها الموضوع هيختلف. بس لا في ناس تانية تستحق، لانه في ناس معاهم. بص يا مي،
خلينا نقول كان ابطال دوري. ما هقول لك هو ثانيه بس، ما طب ما في بعض السنوات فاز فيها ميسي وهو مش بطل، ده مش بطل، مش حاصد بطوله دوري ابطال اوروبا. كريستيانو نفس الكلام. هي دي كانت امور تسويقيه، لكن هي عند صلاح دايما الامور المعايير بتختلف. لا ملهاش علاقه، انت قلت اهو امور تسويقيه، فهنيجي عند صلاح الموضوع مختلفه لانه هو عربي وقصه طويله ومش سهله. يبقى احنا عارفين ان في مشكله طبعا، ده ياثر عليه ولا ما ياثرش؟ بس لا ما يستحقهاش، يعني مش هيجي اقوى من فينيسيوس، يعني مش، لا يا تامر، لا خلينا نتكلم بلغه العقل، بلغه الارقام، بالارقام والعقل بتقول لا صلاح لسه خليني اقول لك بقى على حاجه، مش وقته ياخد بالون. لا صلاح بقى له 5 سنين تمام يستحق ان هو يكون احسن لاعب. وهقول لك على حاجه كويسه، هقول لك على حاجه نجيبها واحده واحده كده. فينيسيوس تألق موسم وبعد كده لما ما خس اسمعيني بس، ما بتتحسبش باللاعب، لا ما هقول لك اهو لاعب وناديه. خليني اقول لك على نقطه بس مهمه. فينيسيوس لما تألق في موسم وما فاز بالجائزه مستواه تراجع. هالاند لما ما لم يتوج بيها برضه مستواه تراجع. اللعيب الوحيد اللي مستواه فضل مستمر متميز المواسم متتاليه، ال5 مواسم ضمن القائمه هو محمد صلاح. ماشي معاك، انا موافقاك الراي، بس صلاح استثنائي. لا ثواني بس، انا عندي راي تاني. ما بتتحسبش الجائزه دي بالذات، ما بتتحسبش باللاعب لوحده، بتتحسب باللاعب واللي ورا اللاعب تمام والنادي اللي وراه. هي بتحسب نتائج منتخبات، نتائج انديه. انا معاكي ما فيش مشكله في حاجه، بس الكلام ده يطبق على الجميع، ما يطبقش على عمل لي اسيست في دوري ابطال اوروبا فاديله احسن لاعب. ما احنا قلنا ان الجزئيه الثانيه هي عباره عن الا كوميرشال سايد، فما ينفعش ان انا النهارده اجي اقارن الكوميرشال سايد بتاع ميسي وكريستيانو بصلاح. عامه هو صلاح لا يقل عنهم، صلاح لا يقل عن ميسي وكريستيانو، هو اسطوره برضه. ما هو اسمعني بس، هو اسطوره، بس انا بتكلم الفتره اللي كان بيتوج فيها بيتم تتويج ميسي وكريستيانو، لا فتره قويه ليهم كلاعيبه كاعلانات، فلا في حته ثانيه كاعلانات. أيوة مش كلاعب خرجنا بره الملعب. لا ما هو لعب برضه، مش هنكر كلاعب وكاعلانات، فهم محققين الهدف اللي عاوزينه من ورا المسابقه. تمام. هرجع للنقطه بقى ثانيه تمام، ان برضه صلاح بيمر بظروف ثانيه صعبه. لا انا هسالك سؤال، انا ممكن اجي اسالك سؤال ثاني، ايه الاعلانات اللي عملها صلاح الفتره الاخيره في ظل ان هي مش بالاعلانات؟ تعالى نتفرج. ماشي، ما انا برد على الجنب بتاع كريستيانو وميسي، وتعالى نتفرج على اعلانات ميسي. طب ما ميسي ما بيعملش اعلانات دلوقتي. ماشي، بس عشان هو خد الجزء اللي عايزه من النادي، فخلاص مش عاوز اعلانات. انا بتكلم على الفتره اللي كان بيتم تتويج فيها ميسي. من المفترض ان الكوره ملهاش علاقه بالقصه دي خالص. لو احنا بقى بنقيم كوره بس ما بقاش في عداله، ما فيش عداله، عشان كده الجائزه دي كل سنه عليها علامات استفهام. أيوة. نطلع من النقطه دي. النقطه الثانيه، اولا وفاه ديجو جوتا، ده كان من احد ابرز الاسباب اللي اثرت نفسيا على صلاح، وكان من اكتر اللعيبه اللي تاثر بيها صلاح في صدمه ما كانتش سهله، لان اللعيب ده كان قريب جدا من صلاح، وفي نفس الوقت كان في الخط الهجومي، يعني عارفه اللي هو في تجانس. الحاجه بقى الثالثه وهي الاهم، رحيل ارلوند اللي هو الباك رايت، اللي هو كان بيسهل على صلاح الحاله الدفاعيه. ارلوند ما شاء الله كان يعني الراجل رايح واخد الخط رايح جاي، ما عندوش اي مشكله، الحاله الدفاعيه ممتازه جدا، بيطلع سرعات لصلاح، وفي نفس الوقت صلاح نفسه ما كانش بيقوم بالدور الدفاعي على حس مين؟ على حس الباك رايت بتاعه. تمام. النهارده ما فيش تجانس مع الباك رايت الجديد. طب خليني اقول لك التصريحات. مايكل اين نجم ليفربول السابق بيقول ان اداء صلاح مجرد تراجع مؤقت في مستواه، يسجل الاهداف منذ سنوات طويله، لن يفاجئ احد اذا سجل في المباريات التاليه، وهو فعلا سجل. اذا كان هناك اي شخص في الدوري الانجليزي الممتاز لا يجب ان تشك فيه فهو صلاح. اذا كان هناك سبب اخر فقد يكون العمر عاملا، لا مش معاك في الحته دي. فهو الان في 33 من عمره، اعتزلت في هذا العمر ولا يمكن الاستمرار للابد، هذا احد الاسباب المحتمله. ده تصريح في جزء كبير جدا في انه منطقي، وده تقدير لصلاح. يعني لما الراجل بيتكلم كويس جدا عن صلاح، دي التصريحات اللي هي المنطقيه مش المتناقضه. يعني سكولز لما صرح كده ده تصريح متناقض، لكن ده تصريح منطقي جدا. ان لما تقول لي ان صلاح دي فتره طبيعيه جدا ان هو مستواه متراجع ولكن مش هيستمر طويلا، ده اقول لك تمام. هتقول لي عامل السن، هقول لك ما فيش مشكله، ما فيش حد ما بيتاثرش بعامل السن، بس صلاح ما زال قادر على العطاء. العمليه في ان
المدرب عايز ينزل بمعدل السن شويه، كل ده ما فيهوش مشكله وكل ده مشروع، ولكن ما ينفعش ان احنا نمحي تاريخ ومجهود لاعب بحجم صلاح. صلاح حطم ارقام يصعب على اي لاعب في الدوري الانجليزي تحطيمها. طيب ارني سلوت بيقول اداء محمد صلاح اي لاعب يمر بفتره صعبه، الاهداف لها تاثيرها على اراء الناس، واريد ان اظهر للجميع ما نفعله بشكل جيد. اللاعبون يهدرون فرصا لانهم بشر، ولم نعتد على صلاح اهدار الفرص. صحيح، انت مش ده هتجيب منطقي البعيد جدا، الشاطر. ده منطقي جدا. هو الراجل بيتكلم ان يعني هو زعلان ان مش متعود من صلاح ان هو يضيع فرص، وده طبيعي جدا كمدير فني متعود ان انت كل الفرص اللي بتجيلك بتحرزها اهداف، فدي حاله يعني انا شايفها طبيعيه جدا. يعني بس الموضوع خد يعني الوضع خد حجم اكبر من حجم الموضوع، بقت أيوة. ازمه بدون لازمه. يعني تراجع من اللعيبه كلها على مستوى العالم، مستواه بيتراجع. مفيش لعيب بيفضل على القمه على طول. الناس تهاجم سكولز اهو، لانه بيقول لك ان 2023 قال حاجه و2025 قال حاجه ثانيه. ما التناقض بقى اهو. قال لك صلاح كان رائعا ليس فقط بفضل اهدافه بل بفضل ادائه المتكامل، لمسته ومهارته رائعه كمان. يعني المهم يعني فرجع غير الكلام، قال كنت اظن دائما حتى عندما كان يسجل ان اداؤه يبدو قبيحا احيانا اذا توقف عن التسجيل. انا هقول لك انا عندي راي تاني، مش عارفه هتوافقني الراي. انا هقول لك ليه سكوز بيقول الكلام دوت والكلام اتغير. صلاح مؤخرا بقى في سنة غرور على الكورة، الجمهور يلاحظها، الجمهور يلاحظها، انت مش هتلاحظها. ممكن ده يكون نابع من انا مش بتكلم ان ده رايي، انت عارف انا مشجعه وداعمه لصلاح جدا، ولكن ده راي الناس التانية، راي الناس اللي بشوفها على السوشيال ميديا، او الناس اللي بتتكلم، او الناس اللي قاعده تتفرج عليه، لكن هو مغرور شويه فبقى يصدر الحته دي للناس. لا او انا يعني محسوسه، فده طبيعي ان الكلام ده يتقال عليه. لا اختلف في النقطه دي، لان مش هو ده صلاح. صلاح متراجع لضغوط نفسيه، لامور بيمر بيها داخل النادي. معنى ان صلاح يحذف صورته ان هو لاعب في ليفربول، هي دي ده خطا. انا بعتبر خطا من صلاح ما تعودناش عليه. ما هو ده نوع منه نوع من انواع الغرور. يعني مثلا ايه اللي خلاني اجزم واؤكد ان هو مش رايح السعوديه؟ حته ان انت لما تبقى على قيد نادي وتيجي تمسح من البايو عندك ان انت على قيد النادي الفلاني وترجع تشيل صورك والكلام ده، لا انت مش في المدرسه، اهو انت في شغل. يعني مش هي دي عقليه صلاح. فرصك دلوقتي بقت اقل من الاول. يعني انت دلوقتي مش عاوز تسيب الدوري الانجليزي، بس ما جالكش عرض من الدوري الانجليزي من نادي اخر، ما قدامكش غير حل الدول العربيه، وانت مش عايز الدول العربيه، انت عاوز تفضل في الدوري الانجليزي. فلو فضلت تجمع عليك لغط الاراء السلبيه انت مش هتوصل اللي انت عايزه. انا عايز اقول لك ان ده اكبر خطا وقع فيه صلاح. ايوه طبعا، من ساعه ما من بدايه احترافه. ايوه طبعا، اكبر أيوة خطا طبعا. وده ما تعودناش من صلاح ان هو دايما يعني بيتقبل الضغوط وبيتعامل تحت ضغط وكل يعني حاجه. مش لدرجه ان انا امسح صوري واشيل من البايو. صلاح تعرض، قدامك سنتين يعني في العقد. صلاح تعرض لضغوط ايام ما كان في ايطاليا اكتر من كانت اكتر من كده طبعا. ومع ذلك ما تصرفش تصرف زي ده وما غلطش غلطه زي دي طبعا. فدي غلطه تحسب، وهي غلطه الشاطر ب1000. فهي دي الخطا اللي وقع فيه صلاح، وكان يعني ما كانش يجب ان يحدث. ايوه انت مش في مدرسه، انت في شغل. صلاح اكبر من كده. ايوه عقليه صلاح احنا دايما بنقول ايه الفرق ما بين، خلينا بقى الناس تتريق علينا فين العقليه بقى الاوروبيه والبتنجانيه وكله. يعني بصي هي الفكره في ايه؟ زي ما قلت لك غلطه الشاطر ب1000. محمد صلاح عودنا دايما ان هو عقليه مختلفه، دايما بنقول ايه صلاح اللعيب الوحيد اللي طلع. لا سوري هو صدر ده للناس، مش ان دي عقليته. لا خدي بالك من حاجه، هو صلاح عقليته اللي نجحته في اوروبا الالتزام يا تامر. ما دي عقليه، ما دي ثقافه. بس كلمه عقليه دي كبيره قوي، يجي وراها حاجات كتير قوي، يجي وراها التغيير، يجي وراها. فعقليته دي لازم احنا نبقى معاشرينه جدا، قاعدين معاه 24 ساعه عشان نعرف بنتكلم معاه كتير عشان نعرف ان عقليته اتغيرت. ولكن الالتزام هو وصله للحته دي. ما الالتزام ده ايه؟ مش عقليه. ما هو دلوقتي ده مبدا. انا هقول لك على حاجه. لا الالتزام ده مبدا. البني ادم ملتزم. ده انت بتتولد كده، بتتولد ملتزم، انت شخص ملتزم فمثابر فبتوصل للي انت عايزه. ده الالتزام في وجهه نظري، ملوش علاقه بعقليه. لا. ده بيبقى انت مولود كده. لا، في بتبقوا اخوات وفي شخص شايل مسؤوليه والاخ التاني مش شايلها. ما ده ايه؟ في ناس بتبقى مولوده كده مش عقليه، ما انتوا اتربيتوا نفس التربيه. سوري، بتبقى متربي بنفس الام ونفس الاب، وبيطلع اخوك اللي جنبك حاجه وانت حاجه تانية، صح؟ حلو. هقول لك ملهاش علاقه بعقليه، هقول لك علاقه مش في لعيب
مش في طباع، لعيب. طباع. هقول ما هي دي جايه من العقلانيه. هقول لك على حاجه، هقول لك على نقطه بسيطه جدا. النهارده عندنا كام لاعب مصري احترف بره كتير، وانجرفوا ناحيه الشو وليه ابص والمنظره والكلام ده كله. ما انا ابص للي نجح. ليه انا كمي لا ابص لدول؟ احنا ما عندناش غير صلاح هو اللي نجح بره. لا انا بتكلم على كل البني ادمين الناجحين. انا ليه ابص لدول؟ انا صلاح هو اللعيب الوحيد اللي نجح بره نجاح كاسح. تمام. ما كانش عندنا غير كابتن هاني رمزي، كانت مسيرته ناجحه. تمام. وبعض الكباتن اللي هم ما طولوش برضه في اوروبا، ولكن ما حدش عمل بوم بره او حد يعني صعد بسرعه الصاروخ غير صلاح. كلهم. كابتن هاني رمزي في المانيا كان حاجه كبيره جدا. كابتن احمد حسن في تركيا والبرتغال. تمام. طب انا هقول كابتن عبد الستار صبري كل ده. بس صلاح هو اللي عمل سيبك من الكوره، تحطيم الارقام. حطها على جنب دلوقتي وهقول لك شفت لعيبه كتير المنتاليتي بتاعتهم اتغيرت، طالعين من بيئه وبعد ما عدى 20 سنه شفتهم اتغيروا تماما، ولا كأن هم طالعين من البيئه دي، بالعكس بل للاحسن. ولادهم في تربيه ولادهم في طريقه كلامهم في مصر ولا في مصر طبعا. في لعيب في مصر احترف لا انا دلوقتي مش بتكلم على الكوره بس، انا بتكلم على اللعيبه الملتزمه. انا شفت دلوقتي لعيبه بعد 20 سنه، شفت تربيه ولادهم عامله ازاي، شفت طريقه كلامهم اتغيرت ازاي، ده جميل. وطالعين من بيئه ما تقولكش ان هم هيبقوا كده. العقليه هي الاساس يا تامر. في فرق من العقليه هي الاساس. بين الطباع. لا في فرق ما بين انت العقليه دي حاجه، لان انا اللي بمانج العقليه دي، انا اللي بطورها. وفي فرق ما بين انت مولود كده، انت مولود ملتزم. خدي بالك من النقطه، خدي بالك من النقطه. خدت بالك. النهارده لو انا ما عنديش عقلانيه في التعامل. تمام كده. لو انا انتقلت من مستوى لمستوى مختلف ممكن انجرف في اي تيار. مين قال لك انه ممكن ما يكونش اللي قدامك انجرف بس رجع لحق نفسه، او الظروف كانت مساعداه؟ الحظ. ليه بتنكر دور الحظ في حاجات كتير؟ هو الحظ والقدر بينقذوك من مصايب. هو التوفيق بتاع ربنا. وما خافك انا خلينا نحط صلاح على جنب دلوقتي، عشان لا ما ينفعش لما يبقى في حاجه هو عملها غلط، مش هينفع نقول الله انت صح. لا احنا غلطناه، احنا قلنا، احنا اكدنا ان ده غلط وده تصرف غير مقبول من صلاح، واكبر خطا اكبر غلطه غلطها من يوم احترافه. ايوه طبعا. ايوه انت مش في مدرسه. اللي بعده استاذ هاني ابو ريده بيقول: اتجاهنا إلى إلزام جميع الأندية المشاركة في المسابقات التابعة للاتحاد المصري بإنشاء ملعب قانوني خاص بيها لخوض مبارياتها، وهو ما يساهم في تطوير البنية الرياضية، على أن يتم إعطاء تلك الأندية فترة زمنية معينة إنشاء الملعب. حلو قوي القرار ده. حلو بس حلو إيه؟ ما هو الحلو ما يكملش. الأندية مش لاقية تاكل. هي الأندية لاقية تصرف على اللعيبة. عشان ألزمهم بعمل الأندية، ما عندكش غير أندية الشركات هي اللي هتقدر تعمل الكلام ده. لكن الأندية الجماهيرية بتعاني. ده نادي الاسماعيلي خلاص الدنيا خربانه عنده، ده نادي المصري بيعاني، ده نادي الاتحاد من غير الاستاذ محمد مصلحي بيعاني. فيعني ده لمين؟ يعني في حاجات تانية اولى ان احنا نعملها، مش ان احنا تطوير البنيه التحتيه بس، احنا محتاجين تطوير الموهبه المصريه. محتاجين لاعبين مصريين يرفعوا اسم مصر. هو ده التخطيط الصحيح. دور على اللعيبه. هبني بنيه تحتيه. طب انا ما عنديش مشكله وانا معاك في النقطه دي. طيب ماشي. طب وفين الموهبه اللي هتلعب على الملاعب دي؟ فين الموهبه اللي هترفع اسم مصر؟ ما نبص لحوالينا، الدنيا بتتغير حوالينا واحنا محلك سر. ماشي. بس هو موضوع القرار بتاع الملعب ده مهم، او انا مش كل مره هقعد ادور لهم على ملعب يلعبوا فيه فين يا تامر برضو. ماشي. وده هيساعد ان النادي يبقى احسن. هو عايز يطور البنيه التحتيه عشان حتى لو ده هيأثر عليا، بس لما يبقى عندي ملعب خاص بالنادي انا مش هبقى قاعده بفكر انا هتدرب فين ولا هعمل ايه. انا هسألك سؤال واحد. اتفضل. دلوقتي انت اديت الانديه كلها اراضي. تمام. وهتديهم مهله زمنيه للبنى. اوكي. هيبنوا منين؟ هيحصل زي ما نادي الزمالك. هيحصل زي ما نادي الزمالك الارض اتسحبت منه. ما احنا عايشين واقع اهو. هو مش نادي الزمالك ده عنده ارض وكان المفروض يبنيها وما قدرش ان هو يبني وما قدرش ان هو يسد، اتسحبت منه وما اتسحبتش. طب قبل ما تدي القرار، قبل ما تدي بقيه الانديه اراضي، شوف ارض نادي الزمالك هتعمل فيها ايه. طيب. ما احنا لازم نكون واقعيين. لا انا مش معاك برضو في دي تاني مره ابقى مش معاك. انا مع ان هم النهارده جايين نختلف. لا والله ابدا، بس انا مع ان هم لازم يبقى كل نادي ليه ملعب خاص بيه. انا مش هقعد انا مش ضد الكلام ده. استلف ملعب من انا مش ضد الكلام ده. انا بقول ان انا معاك في الكلام ده، انا ما عنديش مشكله في تطبيقه، بس هل ده هيطبق على ارض الواقع؟ هل لما تدي نادي ارض
او تساعده ان هو ياخد ارض وتلزمه بمده زمنيه، هل النادي قادر ماديا على بناء هذه الارض؟ مفيش غير النادي الاهلي اللي يقدر يبني، غير كده مفيش اي نادي يقدر يبني حاجه. طب خلينا نخش في اللي بعده. يلا بينا. وزير الشباب والرياضه يلتقي بهاني ابو ريده لمناقشه الخطط المستقبليه للمنتخبات الوطنيه وبرامج تطوير منظومه الكره. اوكي ده حلو قوي ده. ايقاف مجلس اداره النادي الاسماعيلي واحالتهم للنيابه العامه. قرر وزير الشباب والرياضه وقف واستبعاد مجلس اداره النادي الاسماعيلي بالكامل، استبعاد المدير التنفيذي والمدير المالي ومدير النشاط الرياضي، احالتهم جميعا الى النيابه العامه. السبب رصد مخالفات ماليه واداريه خلال اعمال الفحص والتفتيش بالنادي، وده كان لازم يحصل من بدري لان النادي الاسماعيلي خلاص بينزف. كان لازم يحصل من بدري قوي، وشابوه وزير الشباب والرياضه اللي عمله ده. خليني كان لازم بجد ما شفتش نادي اتنهب قد النادي الاسماعيلي من كل حاجه. خليني اقول لك ما شفتش نادي ما حدش وقف معاه من ابنائه قد النادي الاسماعيلي. خليني اقول لك خطوه متاخره جدا، متاخره كتير، متاخره كتير بس اتاخدت. ولكن يعني انا بجد صعبان عليا النادي الاسماعيلي جدا. ان تاتي متاخرا خير ان لا تاتي من أسفل. خالص. ولكن خليني اقول لك ان التصريح الاولاني كمان مهم جدا. التصريح الاولاني اجتماع سياده الوزير مع المهندس هاني ابو ريده خطوه ايجابيه جدا. وفي تصريحات تانية احلى، خطوه ايجابيه. بس خليني اقول لك بقى حاجه مهمه. انا اتمنى ان الخطوه دي ما تكونش عباره عن تصريحات تمام لتهدئه الراي العام وخلاص، ما تكونش مشابهه للتصريحات اللي بنشوفها بعد كل اخفاق. اتمنى يكون في تخطيط، لان التصريحات دي والاجتماع ده لو ما نتجتش عنه نتائج وخطوات يبقى احنا كده بنضحك على الناس، وهيبقى الموضوع عندنا ذاكره السمك، مليون اجتماع اتعمل بلا جدوى، والموهبه المصريه بتنقرض، وتراجع مصر على مستوى المنتخبات بالذات بصراحه في شكل احنا المغرب في حته واحنا في حته ثانيه خالص. التصريحات علشان نتكلم عليها كلها. طيب بعد نجاح التجربه المغربيه وزير الشباب والرياضه سيعقد اجتماعا مع اتحاد الكره لمعرفه اسباب فشل منتخب الشباب ورؤيه الاتحاد للمنتخب الاولمبي سواء بشان الجهاز الفني او خطط الاعداد. ماشي اللي بعد يعني بص انا هحاول اقرا لك كل التصريحات بتاعت الوزير عشان نتناقش فيها. لابد من وجود معايير واضحه ومصريه وصريحه تتسم بالشفافيه والكفاءه لاختيار مدرب المنتخبات ولا معلش اقرا بقى اقرا ده بقى محتاج عنايه. اقرا التصريح ده بالراحه قوي لان الكلام ده ملمس في حاجه انا قلتها وده اللي انا كنت عايزه اوصل له. وزير الشباب والرياضه بيقول ايه؟ بيقول لابد من وجود معايير واضحه وصريحه تتسم بالشفافيه والكفاءة لاختيار مدربي المنتخبات، ولا بد من الوضع في الاعتبار وجود مشروع لكل جهاز فني يتم تقديمه للمنتخبات. أنا هعيدها وأقول قبل ما كاس العالم يبدأ بحاجات بسيطة مش هيكون في حسام حسن، وما زلت عند قولي قبل ما يبدأ كاس العالم بفترة بسيطة كده مش هيكون في حسام حسن، خصوصا وبصوا بكلمكم بكل هدوء وبصوت واطي ولا بزعق ولا بنفعل، خصوصا بعد تصريح الوزير باللي قاله ده. قال ايه؟ نعيدها تاني. لابد من وجود معايير واضحة وصريحة تتسم بالشفافية والكفاءة لاختيار مدربي المنتخبات، ولا بد من الوضع في الاعتبار وجود مشروع لكل جهاز فني يتم تقديمه للمنتخبات. افتكروني. بص يا مي، احنا عندنا مشكله. ايه هي المشكله؟ ما عنديش مشكله دلوقتي حالا بعد التصريح ده. خليني اقول لك على حاجه مهمه. انا ما عنديش اي مشاكل بعد التصريح ده. كابتن حسام حسن لو ما احرزش بطوله افريقيا انا معاك انه مش هيروح كاس عالم. انا معاك وقايلين الكلام ده من 3-4 حلقات فاتوا. تمام كده؟ واحنا الوحيدين اللي قلنا الكلام ده هنا في البرنامج ده. كتير. والحلقات موجوده والناس هتسمعها. وهم عارفين. بس في الوقت المناسب. هم هيسكتوا، يعني هو لو كمل هم هيسكتوا، ما هيرجعوا يجيبوا لك الحلقه اللي بص انا عندي حاجه، هو لو كمل مش هيسكتوا، هيطلعوا يجيبوا لك فاكره اهو كمل اهو، لكن لما ما يكملش مش هيقولوا لك برافو انت كنت عندك حق. احنا مش محتاجين. ما انا مش مستنيه برافو، بس انا بقول لك السيناريو قبل ما يحصل. بصي احنا بصي يا تامر الضغوط على ان هو مكمل خصوصا بعد ما استاذ هاني ابو ريده طلع وقال لك مكمل لحد 2026 وانا ما بتربصلوش، بياكد لي اكتر وهفضل اعيدها كل حلقه. احنا قلنا الحلقه اللي قبل التصريح ده قلنا في تربص. ايوه تمام. فده الرد ايه؟ ان احنا ما فيش تربص. طيب ما احنا بينا
كاس الامم الافريقيه. ما انا لو احرزها ان انا ضده، انا بقول بس عندي احنا عايز افريقيا. انا بتمنى انه يكمل. هل هو لو اخفق في افريقيا هتخليه يكمل عادي؟ لا، هو ده اللي انا لو بتكلم فيه. لو لعب النهائي هيكمل، لو لعب النهائي، لكن لو ما لعبش النهائي مش هيكمل. يوه حللي لما يجي انا بقول لك اهو، انا بتكلم على لو اخفق هل هيتم البقاء عليه؟ لا، بس هو ده اللي انا عايز اسمعه. اللي بعده عايز تكمل؟ انا هسيبك، هديلك. انا عايز اوضح كام حاجه كده في جزئيه اللي قالوا التصريحات دي كلها بشكل عام. اولا احنا عندنا سوء تخطيط على المدى البعيد. اوكي تمام. احنا عندنا مشكله ان المدربين اغلبهم ما معهمش شهادات، تمام، معتمده. ولما بنقول هنعمل شهادات بنعملها حسب المزاج وحسب المجاملات، ولو دورنا في الشهادات دي بنديها لمين، بترجع بقى اقول لك انا بقى الكواليس بتاعتها ايه. بترجع القصه لايه؟ المحاضر علاقته ايه بالمدرب. لو احنا اصحاب واصدقاء فالدنيا هسهل لك وهقول لك تعالى خد الشهاده وخدها زي الفل. الاسم ان انت خدت شهاده واطلع اخد معاك الصوره، ممكن تحضر محاضره او اتنين وتطلع تاخد الصوره معايا ان انت خدت الشهاده. تمام. لكن احنا مش عايزين صوره شهاده، احنا عايزين المدرب ده يخوض التجربه ويحضر المحاضرات ويحضر محاضرات العملي ويبقى شهاده فعليه، عشان هو هيطلع يطبق على البراعم بتاعتنا وعلى قطاعات الناشئين. احنا محتاجين هندله في قطاعات الناشئين. قطاعات الناشئين عندنا مستهلكه. اللي معاه فلوس في مصر بيلعب كوره، اللي ما معهوش فلوس ما بيلعبش. ابن الناس الغلابه ابن الموهبه ما بيلعبش، ما بيشوفهاش. اللي بيدفع فلوس هو اللي بيلعب. انزلي الدورات الرمضانيه اللي فاتت والناس صورتها، كشفت العوار الكبير في مستويات قطاعات الناشئين عندنا. الناس دي الحواري والشوارع ومراكز الشباب لو في لجان نزلت لها هنطلع مواهب احسن من الانديه، احسن من اللعيبه اللي بتلعب في احسن الانديه في مصر. اللعيبه اللي بتاخد ملايين دي في لعيبه بره احسن منها 100 مره. الكلام ده عارفينه يا تامر، يعني الكلام ده مش بس تعبنا مي. ما هو الكلام ده احنا عارفينه. تعبنا لما نشوف منتخباتنا بالمستوى المتواضع ده اقل من المتواضع. تعبنا. طب خلينا بما ان احنا بنتكلم عن الناشئين، خلينا نتكلم على اللجنه الفنيه في اتحاد الكره توصي بقبول استقاله اسامه نبيه من تدريب منتخب مصر. ده متاخره قوي يا جماعه، يعني انتوا ليه جايين على نفسكم قوي كده؟ يعني كمان هو كمان اللي مستقيل، يعني كمان مش تم اقالته هو المستقيل بعد التصريحات اللي قالها على اتحاد الكوره، وبعد ما قال ان انا اتطلب مني بس ان انت اتاهل ومالكش دعوه بالباقي، ولا الكلام اللي اتقال. ازاي يعني؟ ازاي؟ عقبال اللي في بالي كابتن اسامه نبيه كان بيقول له حكم مش يتم قبول اعتذاره. كابتن اسامه نبيه كان مطالب باعتذار للشعب المصري بعد الخروج الهزيل من كاس العالم. هو قال لك بقى هي مش بتاعتي انا بقى، دي مش غلطتي. تصريحاته كانت استفزازيه مي. لا هو قال لك كمان انا مش الاداء الفني اللي كان المشكله في اللائحه، وهو مش عارف اللائحه. هو لو يعرف اللائحه ما كانش اصلا الاعتراضات دي كلها حصلت. يعني ده عوار عندنا احنا. إيه؟ طبعا يعني للاسف يعني الكابتن اسامه نبيه مع كامل احترام لشخصه ولكن اخطا في حق مصر. طبعا اخطا في حق منتخب مصر، اخطا في حق طموح الجمهور المصري اللي بيتمنى يشوف بلده او منتخب بلده على منصات التتويج. احنا مش اقل من المغرب. طب ما تقول الكلام ده كمان للفريق الكبير. انا بقول لاي مدرب في مصر. احنا متحاملين على كابتن اسامه نبيه، ماشي تصريحاته كانت مسيئه او تقيله او مستفزه، ولكن طب ما تقول الكلام ده لحسام حسن. لا خليني بقى اختلف معاكي في النقطه دي. اتفضل. اولا هناك يعني في فرق شاسع جدا ما بين الكابتن اسامه نبيه وما بين الكابتن حسام حسن. على الورق وبالنتائج الكابتن حسام حسن وصلني كاس عالم. تمام. على الورق والنتائج الكابتن اسامه نبيه وصلني كاس عالم. تمام. بس برضو انت ما عملتليش حاجه في كاس العالم، طلعتني هي وكانت في المتناول. لا يا مي، لا معلش الوضع يختلف. لا طب ما هو هي دي كمان في المتناول. لا يا تامر، هو حسام حسن لسه ما راحش لعب في كاس العالم. لما يلعب هناك ابقى حاسبه. هو اصلا كده الصعود اسهل مره كان يصعد فيها الفريق المره دي، فانا ده مش مقياس بالنسبه لي. يا مي احنا صعدنا بفرق بمجموعه سهله زي ده طبيعي جدا. بس خليني اقول لك في حاجه، ان في يوم من الايام احنا خرجنا بسبب فرقه سهله. في فرق طلعتنا يا مي. العادي ان احنا يعني ما كناش بنوصل كاس عالم، احنا ما كناش بنوصل مع اضعف فرق. فهماني ازاي؟ فالنهارده لما اوصل خلاص انا بحمد ربنا ان انا وصلت. مطالب ان انا اخطط تخطيط سليم وصحيح للي جاي.
انا النهارده كاس الامم ما هو الافريقيه التخطيط هلعب. بقى، خلينا نقول التخطيط اللي جاي لما كاس العالم، ما ينفعش نشوف الفرح اللي هيحصل انه العيله وعيله العيله طالعه تتفرج على الماتشات. ما ينفعش ان انا ابقى ببهرج الدنيا وسايب الموضوع الاساسي ان انا كم احتفالات كم احتفالات كم بني ادمين انا مش عارفه هم مين، كم برامج كم مش بص. عارفه ايه. لا معلش معلش اديني فرصتي، كم ريبورتات كم ريبورترز في الشوارع كم. لا 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 معلش، انا دلوقتي تركيزي كله على اللعب على الكاس، على يا سيدي اروح للنهائيات وابقى شرفت الدنيا، ولا بقى انا الاقي الفرح بقى اللي بيحصل في الشوارع سواء هيتلعب فين كاس العالم ده، ولا ايه كل الدنيا رايحه وكل الدنيا وخالت وعمت وابن خالت وابن عمت وكل الناس دول، وفي الاخر باي باي من اول نقطه انا معاكي جدا في كل اللي قلتيه من دور ده. الثمانيه. اول حاجه نتفق فيها مش النهارده في عايزه بس الحلقه اقول الكلام ده عشان ما بقاش محبطه. لا انا معاكي، وانا اول حاجه نتفق فيها مع بعض اهو، انا معاكي في الكلام ده كله. هو ده اللي واول بقوله. حاجه اقول للفنانين وتلاقي من طيارات فضلكم طالعه واتوبيسات رايحه وبرامج بتتصور غريبه ومن اي حته في الشارع، من بلا هويه بلا شكل عام بلا رقي، الاقي الكلام ده بيحصل في الشوارع. انا من دلوقتي اهو بضم صوتي لصوتك وبقول برجاء غلق معسكر منتخب مصر طبعا، ولا فنانين، واقول للفنانين ارحمونا، اتفرجوا على التلفزيون ارحمونا بقى وسيبوهم يلعبوا. خليكم في مسلسلات رمضان، خليكم في الافلام، عشان سيبوكم من الكوره، عشان يعني الكوره مش مستحمله، مش ناقصه. تمام. معسكر المنتخب يتم غلقه تماما، ولا اقارب لعيبه ولا حد يروح يتصور مع صلاح، طول ما احنا فاتحين المعسكر، طول ما احنا عاملينها يعني مش عايز اقول هي مش سوق، ده معسكر منتخب مصر طالع يمثل مصر، محتاج الدعم، ندعم من المدرجات، ندعم امام الشاشات، انا معاك، لكن نروح نخترق معسكر منتخب مصر ونبقى مطلعين اللعيبه محسنهم هم طالعين فسحه زي 2018. صح. اتمنى ان المنظر ده لا اللي حصل في 2018 ما يتعادش، اتمنى انه ما يتكررش. انا حضرته وشفت البيزنس والحاجات اللي اتعملت في 2018 دي يعني كفايه. الشعب المصري محتاج، يعني محتاجين نشوف علم مصر في اي مكان كويس يا جماعه بجد، يعني تعبنا والله. هو مش بس خليني بس ارد على الحته دي، مش بس بيزنس وحاجات اتعملت، هو كمان ما علينا يعني، بس هو كان في زحمه كتير ما كانش لابد منها. بس هو هقول لك على حاجه، انا مقبوله بالنسبه لي الزحمه دي لانها كانت في مصر، مش بقى هكلف القناه واروح واسافر واعمل وتذاكر وطيارات. لا بس عايز اقول لك في ناس راحت سافرت في روسيا وراحوا أيوة. اتصوروا واخترقوا المعسكر، كانت الدنيا جميله يعني. لا هو كان في فرح حاصل من قريب برضو كده غريب، يعني انا ما كنتش فاهماه والله العظيم، مع الاهلي قلبا وقالبا، بس انا ضد الافراح الزياده. انا مع ام العريس والعروسه بس، فاهم؟ الباقي بقى دول ما لكمش لازمه، خليهم يكسبوا، خليهم يرجعوا مشرفينا وخلاص على كده شكرا. والله انا يعني مع اي فريق في مصر يرفع علم مصر ويفرح الشعب المصري. اللي بعده احنا الشعب محتاج يفرح بصراحه. اللي بعده يا استاذ يلا بينا. فيريرا وجون ادواردز وفيريرا اللي على طول طالع نازل بيقول تصريحات انا مش عارفه ايه. جون ادواردز خلاص استقال ولا ده النهارده منزل خريطه؟ هو منزل بيان النهارده. امال ايه موضوع انه استقال؟ هو منزل بيان كده ان احنا قلبا وقالبا معاكم والخ الخ الخ، ومن يومين انا سمعت ان كان في استقاله باين وما فيش استقاله. المهم فيريرا برضو بيقول لك انه الجماهير لا تدرك نصف ما نتعرض له بشكل يومي في النادي، انت مش عارف حاجه. ما علينا. ولست سعيدا بالهتاف ضد لاعب عمره 19 عام. انا حاسه ان هو جاي بيطبطب على اللعيبه يعني. لا خليني معلش خلصي كلامك وارد يعني عليكي احسن. هقول لك ليه. انا هقول لك ليه. المره اللي فاتت تصريح الاسبوع اللي فات قال لك انا هدفع المرتبات من جيبي، والمره دي يقول لك انا صعبان عليا اللاعب. ما هي دي الكوره، انت نتائجك وحشه، فطبيعي ان انت هتلاقي هتاف من الجماهير وانت مدرب، فانت عارف ماشي. 19 عام يقدم كل ما لديه في التدريبات، والامور لم تكن سهله على محمد سيد، وشجاع منه ان يستمر في الملعب حتى النهايه. اوكي، انا بس عايزه اجيب لك كل تصريحات فيريرا قال ايه. انت عارف طبعا جون ادوارد قال ايه صح؟ قال ان احنا معاكم. خليني انا بس عايزه اعرف معلش اكمل لك بقيه تصريحات الزمالك عشان ده اللي قاله فيريرا. اللي بقى يوسف مسعد قال وكيل اعمال محمود بنتايج بيقول انه فيما معناه يعني هو مستاء من تاخير المرتبات. اوكي، قال بنتايج سعيد باللعب في الزمالك ويظهر ذلك في المباريات، لكن جميع لاعبي العالم يرغبون في تلقي مستحقاتهم ورواتبهم. الزمالك لم يسدد كامل قيمه الصفقه لسانت اتيان او عمولتي كوكيل للاعب. الزمالك لا يتحاور او يرد على الرسائل، وعرضت على الاداره المحاوره لكنهم لم يردوا، فقط تجاوبوا مع المحامي لانهم كانوا مجبرين على ذلك.
خلينا نقول هو خلاص. كلام مش جديد لان احنا عارفين. طيب مم. نجيبها جزء جزء. ماشي. فيريرا بدايه مدرب الزمالك عنده شق ايجابي، وهو مسانده لاعب اسمه محمد السيد، ده 19 سنه. اللعيب ضيع ضربه جزاء، الجماهير خطأ كبير جدا، لوم كبير على جماهير نادي الزمالك ان هي بتخلص على لعيب ناشئ زي ده. هتافك ضد لعيب بمجرد ان ضيع ضربه جزاء داخل مباراه وهو كل سنه 19 سنه انت بتخلص عليه، فده خطأ. انت محتاج اللعيبه. ثواني، انت عايزه يبقى عنده 35 سنه؟ لا، في نقطه مهمه. ما انا دلوقتي لما لعيب ضيع ضربه جزاء انا المفروض ادعمه. هو انا رايح المباراه ليه؟ انا كمان في حاجه هقولها بمناسبه السن يا تامر. يعني في حاجه مهمه قوي لازم اقولها، قالها كابتن حسام حسن. كابتن حسام حسن قال لك الاسبوع اللي فات، قال لك انه انا هستبعد، بحاول اقلل السن لحراس المرمى. صح؟ قلت كده، قلت بحاول اقلل الفئه العمريه لحراس المرمى، ومش عاوز اللي عنده 33 واللي 32، وعايز الناس سنهم اقل. طب ما تيجي اقول لك ان انت عندك لعيبه اصلا عندها 35 سنه و36 سنه، فانت ازاي هتبقى عاوز تقلل الفئه العمريه لحارس المرمى اللي عنده 32 سنه، وانت عندك لعيبه بتلعب في فرقك عندها 35 و36 سنه، مع العلم ان حارس المرمى عمره الافتراضي في الملعب اكبر من اللاعب. ليه؟ لان هو مجهوده البدني اقل بكثير من اللعيبه. هل يعقل يا كابتن حسام؟ ما انا ما ببقاش، انا مش بهاجمك، انا دلوقتي بناقشك، بس كل مره بتطلع تصريح تخليني اقعد يجي لي ذهول. انت قلت انا عاوز فئه عمريه اصغر من الحاليه، فبحاول ان انا بعد محمد الشناوي اقلل بالعمر، فعشان كده استبعدت احمد الشناوي عشان عنده 33 سنه او 32 سنه او 34 سنه. طب ما انت عندك لعيبه في الانديه بتاعتك وفي منتخبك عندهم 35 و36 سنه. اين يعقل الكلام؟ او هل يعقل الكلام او نسيت الكلام؟ ازاي يعني؟ انا متفق معاكي في جزئيه ان هي ان حارس المرمى عمره اطول من اي لاعب، لان حارس المرمى كل ما سنه بيعلى كل ما خبراته بتزيد. صح. وده اللي انت تبقى محتاجه اكتر. صح. حتى لما تنزل بالمعدل ما بتنزلش مره واحده، تنزل تدريجيا. تمام؟ فدي نقطه مهمه جدا. ولكن ان انا انزل باعمار الفريق كله تدريجيا بالاعمار السنيه في الفريق، ده حددها. قال لك انا حارس المرمى عايزه اقل من 33 سنه لما سئل على احمد الشناوي. خليني اقول لك ان دي نقطه هروب من السؤال ده 100%. انت يعني عندك لعيبه عندها 35 و36 سنه، فازاي يعني؟ دي نقطه هروب، محاوله هروب من الاحراج في عدم الاستدعاء. قال لك انا بعد محمد الشناوي عاوز اقل. طب ما انت عندك محمد الشناوي، انا اقول لك انا هطلع اقول لك في البرنامج اشمعنى محمد الشناوي، ما انت عندك خبرات ثانيه. وبلاش اقول لك بقى احمد الشناوي مترشح لافضل حارس مرمى في افريقيا اهو. معلش، فين الشناوي؟ من ضمن القائمه. ايوه من ضمن القائمه، بلاش وانت معاهم في القائمه دي، بس هنشوف. بس خليني اقول لك ان ده طبيعي ان حارس مرمى او بمعنى صح اللي بيبقوا مرشحين اكتر من دوري ابطال، البطل دوري ابطال افريقيا بيبقى المدرب بتاعه مرشح، وبيبقى الفريق نفسه مرشح انه ياخد احسن نادي، وبيبقى حارس المرمى بيبقى مرشح. احمد الشناوي بينافس ياسين بونو اونانا في افضل حارس في افريقيا، علشان هم مؤخرا واخدين بطولات ورا بعضها يا تامر، والناس خلاص عارفه. خلاص مش هنقول بقى افريقيا، مش هنقول دوري ابطال افريقيا وهكذا 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 وهكذا، او الدوري قصه طويله ماشي. لا الدوري لسه، لا الدوري الاهلي وتوج بيه ولسه قرار المحكمه. سوري انا انت ما علينا، بس انا بتكلم على السابق. هقول لك على حاجه، انا بعترف بانجازات الحد الشاطر، فانا بالنسبه لي هو حصد. لكن التصريح مستفز ليه؟ لان انت عندك محمد شناوي عنده كام سنه؟ انا ما اعرفش عنده كام سنه، بس 34. محمد شناوي يعدي السن ده، عدى 35. ماشي. طيب انت عندك لاعب عنده 32 33 سنه وبتقول انا عايز اقلل الفئه العمريه بعد محمد الشناوي. ما انا قلت لك هو ده تصريح للهروب، وانت عندك لعيبه يعني اصلا في المنتخب 35 و36 سنه، فانا ايعقل؟ هل يعقل؟ اهو عندك اهو اللي انت ما رضيتش تضمه اهو افضل حارس اهو في افريقيا مترشح ليه. خليني اقول لك ان ده طبيعي، ده طبيعي ان طبيعي هو من ناحيه التصريح طبيعي. ولا لا طبيعي ان محمد لا، ما هو طبيعي الشناوي مترشح. انا بتكلم على التصريح هو اللي مش طبيعي.
هو التصريح اللي مش طبيعي ده اللي انا اقول لك ممكن التصريح ده التصريح مش غريب. منطقي شويه، ولكن خليني اقول لك ان اولا بيراميدز حاله نتمنى استمرارها. بيراميدز اتمنى ان هو يستمر. بيراميدز حقيقي بقى منافس قوي للنادي الاهلي. طب اكمل لك كمان معلش يا تامر اتفضل. التصريح ده عشان الوقت، ان حسام حسن بينافس الركراكي على جائزه افضل مدرب في افريقيا. مع احترامي، مع احترامي الشديد، مع احترامي الشديد، في فرق شاسع ما بين الركراكي وفي فرق شاسع ما بين حسام حسن، لانه انا النهارده مش هقدر اتكلم ربع كلمه على المغرب ولا منتخب المغرب ولا مدربين منتخب المغرب. هم عدوا كلمه الاعجاز للمره المليون بقولها. انا النهارده لما يجي يجيب لي اسمين حسام حسن وركراكي ويقول افضل جائزه مدرب في افريقيا العام 2025، هقول لهم بس انا قافله بقي ركراكي طبعا. مش هقدر اتكلم. المغرب معديه عامله كده، المغرب بتعمل كده مش شايفه حد، بتدوس في الدايره. فانا النهارده المنافسه حتى ظالمه. يعني في اسامي تانية بس احنا بنحب هنا في الصحافه او الصفحات، سوري اسفه، الصفحات اللي عندنا تشعلل الدنيا. لكن في اسامي كتير قوي جنب الركراكي وجنب حسام حسن، مش الاثنين بس، في 1 2 3 4 5 6 7 8 9 مدرب بيراميدز 10. فانا النهارده هو محطوط من ضمن القائمه لان هو طبيعي، لان هو مدرب. احنا لما بنتحط في جوائز بنتحط المذيعين كلهم حتى اللي على اليوتيوب اسفه. فمش فبيتساوى ده مع ده، بس في الاخر لما الجايزه بتيجي بتبقى عند مين؟ انا النهارده لما يبقى قدامي كلمه ركراكي، اسم ركراكي، لا انا مش هتحمل المقارنه. عارف ليه؟ اول ما يجيب لنا افريقيا اقسم بالله انا اول واحده هطلع هنا اقول تستحق الجايزه. اول واحده هقول تستحق تدريب منتخب مصر وتستحق الجائزه كمان افضل مدرب في افريقيا، بس يعدي افريقيا. بص يا مي، اتفضل. ترشيح الكابتن حسام حسن هيرجعنا لنقطه مهمه. ايه بقى؟ هقول لك هي ايه. اتفضل. هي ان احنا عشان احنا مش متعودين نوصل كاس عالم، فالكابتن حسام حسن بقى مرشح للجائزه دي عشان وصل مصر لكاس عالم. فهمتي الفكره ماشيه ازاي؟ فهمت. يعني هو ده بقى، هي دي القصه كلها، ان احنا مش متعودين نوصل كاس عالم. لكن لو احنا يعني خلاص بنوصل كاس عالم على طول والكلام ده كله، فاكيد ما كانش هيترشح. طيب لكن النتائج اللي عملها معلش، ما هو هيترشح عشان هو ما انا قلت لك يا تامر، بس النتائج تجبره ان هو يكون موجود. في صحفيين مش بيتحطوا كل الصحفيين، حتى اللي بيبقى على صحيفه مش صحيفه ليها اسمها بس اسمه صح. ايوه في كتير. بس هو ده اللي انا بتكلم فيه. لا بس خلينا اقول لك اللي بيختاروا الحاجات دي لا من صحف يعني كبيره، مش ايوه انا مش في الدول على مستوى الدول. لا انا في فرق ما بين منتخب، انا بكلمك في القصه في العموم. ماشي، بس انا اقول لك حسام حسن يستحق التواجد. هو مش هيفوز بيها، مش هيفوز بيها، ولكن يستحق التواجد. علشان كلمه المغرب انا النهارده ماليش عين اقول مين. احنا بنتكلم بكل منطقيه. انا النهارده ماليش عين اقول تكسبوا حسام حسن. طب لا احنا بنتكلم بكل منطقيه. التواجد منطقي، ولكن الفوز بيها هو اللي غير منطقي، لان في اسماء يعني حققت نتائج افضل. طيب اللي بعده برضو بلاير اوف ذا يير، جنب لما اشوف اشرف الحكيمي استحاله هقول يعني عشان ما يتاخدش عليا الكلام ده، بس لما اشرف الحكيمي في القايمه وهو محقق مع منتخب بلاده، فطبيعي بالعقلانيه، ملهاش علاقه بصلاح، بالعقلانيه هو الجائزه دي بتتاخد بناء على ايه؟ بناء على الراجل ده حقق مع منتخب بلاده ايه؟ فتاني فيها اسم مغربي واسم محقق مع منتخب بلاده، فطبيعي ان هو اللي هياخد الجائزه. قول انت النهارده معارضني. ما انا بقول لك احنا معارضين قوي النهارده. محمد صلاح ايوه يستحق جائزه احسن لاعب في افريقيا، وهقول لك ليه. بالارقام وهقول لك ليه. ما انا هقول لك ليه. مي اولا انت بتتكلمي على اشرف حكيمي ان هو خد رابع العالم مش في الموسم ده. ماشي. الموسم ده صلاح هو رقم واحد. طيب والجائزه دي يا تامر الجائزه دي بناء على ايه بيتم ترتيبها؟ بناء على عملت ايه مع منتخب بلدك؟ صلاح عمل ايه مع المنتخب؟ ما هو افضل لاعب وصل كاس عالم. تمام، ثانيه واحده بس، وحكيمي وصل كاس عالم. ايوه هنهزر. ركزي معايا يا مي. ما انا مركزه في نقطه مهمه. رابع العالم بتاعه المغرب مش السنه دي، مش الموسم ده. ما بتكلمش على رابع ولا ثالث ولا خامس ولا المغرب عاشر. ما خدتش لسه بطوله كاس افريقيا لسه هتتلعب يا تامر. طيب مش بتكلم ماشي. طيب ما هو لسه النتائج امتى؟ ده اللي هتتحسم الشهر الجاي ده. الشهر الجاي؟ طب ما الشهر الجاي هيبدا كل حاجه. لا قبل الكلام ده كله هتكون محسومه. طب انا هقول لك صلاح عمل ايه مع المنتخب؟ وصل بيه كاس عالم، ووصل بيه افريقيا،
بلا هزيمه. واشرف حكيمي. ثانيه بس، صلاح الهداف التاريخي ماشي. لتصفيات كاس العالم. والله انا معايا طيب قلبا ارقام وقالباً صلاح اشرف حكيمي. اشرف حكيمي السنه دي عمل ايه؟ وصل برضو بالمغرب كاس عالم. طيب يبقى بس ما عملناش حاجه تانية. بس ما انا هقول لك بقى ان هي رايحه. صلاح خد دوري ابطال اوروبا مع فريقه. لا انا بتكلم على افريقيا. لا ما هي بتتحسب برضه، خدي بالك افريقيا بيحسبوها كده. فاهمه ازاي؟ يعني افريقيا بيشوفوا نتائج اللاعب ايه. انا المعلومات اللي عندي بتتحسب على افريقيا، ما بتتحسبش على اوروبا. ماشي، ما يبقى انت هتحسبها منتخبات بس. يبقى انت هتحسبها منتخبات بس. اللي انا اعرفه ان هي بيحسبها على منتخبات بس. بس عشان كده بقول لك، عشان كده انت سبتك للاخر، عشان كده بقول لك. وانا بقول لك صلاح هيكسب، صلاح هياخدها. ما دام اشرف حكيمي موجود صلاح هيفوز باحسن لاعب. طب ما بيننا وما بين بعض الحلقه دي، ما دام اشرف حكيمي اسمه موجود انا بقول لك. طيب انت اشرف حكيمي صح؟ انا صلاح. مش عشان انا مش عشان انا مع اشرف حكيمي. انا لا. انا على الورق. انا على الورق بقول لك صلاح. طيب. على الورق صلاح. ماشي، ما بيني وبينك الحلقه دي وهنعيدها. اوكي، اشرف حكيمي سجلنا، انا صلاح. خلصت حلقتنا النهارده. نورتني يا تامر، واشوفك السبت القادم. دايما بكون سعيد انا معاك. ربنا خلصت حلقتنا النهارده. حق رد مقفول اذا ذكر اسم احد في البرنامج. كنت معكم